السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم ميخو واهلا بيكم في فيديو جديد. تفتكر ايه هي حقيقة بريزمو او زي ما بنسميه سيد الامنيات؟ اول ظهور لبريزمو كان في الموسم الرابع من وقت المغامرة لما الليتش موت بيلي واتجسد في شكله. ولما كل جواهر الاميرات عشان يفتح بوابة لغرفة الزمن بتاعت بريزمو. ويتمنى ان كل اشكال الحياة تموت، ولكن جيك غير الامنية دي واصبح صديق لبريزمو. This has been nice. See ya. I wish for the extinction of all Loyal for Finn and Jake to go back home to Ooo. سيد الأمنيات عبارة عن حلم راجل عجوز، وعرفنا بعدين إن الراجل ده لو صحى أو حصل له حاجة بريزمو هيموت. Wait, this old man is you? That's right. Prismo is nothing but the dream of a wrinkly old man. So wait, what happens to you when we wake him up? Poof! I'm a goner. Thus ends mighty Prismo. وإنك تقتل سيد الأمنيات دي مش جريمة عادية، دي تعتبر جريمة كونية. Killing a wishmaster is a cosmic crime. سيد الأمنيات عنده حدود لقدراته، يعني مش كل الأماني يقدر يحققها، وخصوصا الأمنيات اللي ليها علاقة بجولب. فلما حاول رجل السحر يطلب منه يرجع له زوجته مارجلز، ودي اتكلمنا عنها في فيديو لوحدها، لو حابب تشوفه هسيب لك الرابط في الوصف. المهم يعني بريزمو ما قدرش ينفذ طلبه، ولما الجولب بلع بيتي حبيبة سايمون راح لبريزمو عشان يطلب منه يرجعها له من عند جولب، ولكن برضه بريزمو ما قدرش ينفذ طلبه. فمعروفة أي حاجة ليها علاقة بالجولب ما ينفعش نتدخل فيها. وعرفنا كمان إن بريزمو مش بيحقق الأماني بشكل حرفي، لأن أي أمنية حققها ده بينشئ كون بديل متحقق فيه الأمنية دي، زي لما فين اتمنى إن الليتش يختفي من الوجود. I wish the Lich never even ever existed. الأمنية دي أنشأت بعد المزرعة واللي كلنا عارفين، ولما الليتش اتمنى إن كل أشكال الحياة تموت، الأمنية دي برضو أنشأت بعد بديل، والبعد ده ظهر في فيونا وكيك في الحلقة الثامنة، لما الليتش ظهر في آخر الحلقة وكان قاعد فوق جثث الناس اللي قتلهم. Jerry's real. Run! Cease. فبريزمو يعتبر من الشخصيات القوية والخالدة والمحبوبة في كرتون وقت المغامرة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجامد بتاعك واشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. وبس كده، سلام.